طيب، عايزين برضو نتكلم عن استضاف لك مع رامز جلال في برنامجه. احكي لنا بقى السيناريوهات يعني انا عايزه اقول لك المعايشة والله الكاملة الناس اللي انت مش دي عشتيها. حبيبي. انا الناس اللي بتقول لي غدا انت كنت عارفه، لا ما كنتش عارفه. مم. وفعلا ما كنتش عارفه. الناس عارفه ان انا ما بكذبش. انا وتقريبا ونهال عنبر وكذا حد، تقريبا كام حد، يمكن هنادي او كام حد ما كانوش عارفين خالص. واللي كانوا عارفين انه رايحين لرامز مش عارفين المقلب ايه مم. خالص. انا كنت رايحه لكارلا حداد، برنامج للام بي سي، واول مره بيصور في الرياض، وانا اول مره اروح الرياض. وبالنسبه لي الموضوع بقى حلو قوي عمره. فبعد ما خلصت البرنامج سافرت جده، ومن جده رحت مكه، عملت عمره ليا والبابا الله يرحمه. مم. ودي كانت احلى حاجه في الموضوع بجد، ان انا اسافر اعمل عمره لاول مره في حياتي. فالموضوع جه حلو. وكمان ان انا رايحه المذيعه اللبنانيه ام بي سي، بيدفعوا فلوس كويسه بصراحه. يعني حاجه ريتش ومصروف عليها وشيك، حاجه مم. شيكه، تعاون بشيكه بصراحه. ولما طلبت بقول لك يعني اكستنشن ان انا اسافر جده عشان اعمل عمره مكه وكده، ما تاخروش. الناس ما تاخرتش، دي فلوس زياده، فلوس زياده واكستنشن للطياره زياده والكونكشن اتغير. يعني بدل ما يبقى القاهره الرياض، الرياض القاهره، جده جده القاهره، ده مم. الكونكشن اتغير، دي مم. فلوس زياده واكسترا، وكله بيزنس كلاس واوتيلات 5 ستارز. فبجد بشكرهم جدا، شركه سريه، شركه محترمه، مم. ما تاخروش. وعلى فكره مش انا لوحدي، كذا حد راحوا عاملين عمره برضو، طلبوا منهم وعملوا عمره. انا اتنمر عليا في وجها لوجه. انا ما كنتش شفت التنمر اللي عمله في الحلقه. مم. يعني التنمر اللي في اول حلقه ده بيعملوا في المونتاج، انا ما بشوفوش. انا شفت التنمر اللي عملوا عليا بقى، ان كهربني ورمى عليا ميه الحريق، وان سالني سؤال انت مش طبعا اتضايقتي من الموقف ده. سؤال مش عاجبني عن واحده تافهه. مم. ف ف ف بس كله على بعضه. رامز اصلي صديقي، يعني مم. رامز صديقي، مش بزعل منه مم. بجد. انت الموقف ضايقك وقتها يعني ما هو ولا؟ السؤال ضايقني، مم. لان ما بحبش اجيب سيرتها في حته مم. بجد. مم. وبشمئز منها مم. يعني. بالنسبه لي شؤم لما بتيجي سيرتها في حته، شؤم بالنسبه مم. لي.